في حاجه بتعملها كل يوم العلماء قالوا انها ضروريه للبقاء، بس الاديان كلها حرمتها، وبترجع تقول مش هعملها تاني. لما بننم مع بعض بنحس ببوندنج قوي وهمي، مع الوقت بتحتاج جرعه اكبر، محتاج اسرار اكبر وفضايح اعمق، عايز تفاصيل اكتر. النميمه مش بتحكي عن الشخص اللي بنتكلم عليه، دي بتحكي عنك انت. موديلات النميمه كتير وما تعدش ورايا. نميمه بقى النميمه البيضاء او السوشيال جرومينج، دي غرضها الربط الاجتماعي وتمنها بسيط، اغتيال الشخصيه، نرمي عليهم تهم مش فيهم عشان بس نسلي القعده. وفي حاجه اسمها النميمه بالقلق او بالبيستاشيو لما تقول انا قلقان على فلان جدا، لو كنت قلقان كنت كلمته هو على طول. وفي النميمه الخيريه، انا بحميك. وفي نميمه الصمت او السايلنت جوسب، انك بتسمع نميمه وبتسكت. في كذا عرض لو شفت منهم حاجه يبقى احنا محتاجين نتصرف بسرعه. في حاجه اسمها تحريف السياق او الكونتكست تويست، انك ما بتنقلش الخبر زي ما هو، لازم تحط التاتش بتاعك. هو الكلام ده صح؟ هل مهم؟ هل لازم انا اللي اقوله دلوقتي؟ لو الاجابه لا على اي واحد منهم بطل هاري. الناس اللي بتنم عليهم النهارده هم نفس الناس اللي بكره هتحتاجهم على فكره، واقرب الناس ليك اللي بتنم معاه على غيره هو نفس الشخص اللي بيتكلم عليك لما تقوم من الاوضه. فمن الاخر النميمه مش بتوصلك لحد، بتوصلك لوحدتك.